اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. البلغم هو مادة مصنوعة من اللعاب ومن المخاط، بيتم تصنيعه من اغشياتنا المخاطية. وجود بعض المخاط في الجهاز التنفسي هو امر طبيعي تماما، لان لما بيكون في اي حاجات بتهاجم الجهاز التنفسي بتاعك سواء بكتيريا او فيروسات او غيرها من مسببات الامراض، فوظيفة المخاط ده ان هو يمسك الحاجات دي ويلتصق بيها. لكن عارف المشكلة بتحصل امتى؟ لما جهاز المناعة بتاعك يتم استنفاذه، وبالتالي الحاجات اللي بتهاجمه سواء البكتيريا او الفيروسات او اي مسبب من مسببات الامراض تبدأ تكتر بشكل كبير. في الحالة دي الجسم بيرتبك، مش بيبقى عارف يتصرف ازاي، فبيبدأ ينتج الكثير والكثير من المخاط او من البلغم. ده بيضغط بشكل كبير جدا على الجيوب الانفية وبيؤدي الى التهاب الجيوب الانفية. مش بس كده، بيأثر بشكل كبير جدا على الرئة وبيؤدي لصعوبة التنفس. في حلقة النهاردة هقولك على مشروب هتاخده الصبح على معدة فاضية. المشروب ده بيتكون من عناصر غذائية ومن أعشاب وآمن 100%. هتلاقي إن البلغم أو المخاط اللي موجود في الجهاز التنفسي بتاعك قل بشكل كبير جدا. لو عندك التهاب جيوب أنفية هتلاقي إن هو قل، وكمان هنقضي عليه. غير طبعا إن نفسك هيبقى مرتاح وما عندكش أي مشاكل في النفس نهائي. خليكم معايا لأنها تكون حلقة مهمة جدا. تعالوا نعرف ايه المكونات اللي هنستخدمها في حلقة النهاردة. اول مكون وهو عصير الليمون الفريش، يعني ليمون هنعصره واحنا بنعمل المشروب، مش عايزة عصير يكون جاهز. الليمون بشكل عام بيساعد الجسم بتاعك على التخلص من كل السموم اللي موجودة فيه. ده غير ان هو ليه تأثير ايجابي جدا على الكلى او المسالك او الجهاز الهضمي، وبيخليهم يبدأوا يشتغلوا بشكل مظبوط وبشكل كويس جدا. ده غير ان هو كمان بيعزز وبيزود من الطاقة بتاعتك، وبالتالي لما بتبدأ تاخده في بداية اليوم فده بينعكس على أدائك اليوم كله. مش بس كده، بيرفع ويعزز من المناعة بتاعتك، وبالتالي بتبدأ تحارب كل الأدوار اللي ممكن تهاجم الجسم زي أدوار البرد أو أدوار الإنفلونزا. ده غير إن هو بيساعد على ترطيب الجسم، وكمان بيشتغل زي كأنه مضاد التهاب، وده بيقلل لي بشكل كبير جدا من البلغم ومن المخاط. المكون الثاني وهو العسل الطبيعي الخام. العسل الطبيعي اعتبره إن هو مكون أساسي في أي حاجة عايز تستخدمها علشان الصحة بتاعتك. أول حاجة إن ليه خصائص مضادة للبكتيريا، مضادة للفيروسات، مضادة للفطريات. ده غير إن هو مليان بمضادات الأكسدة، وبالتالي بيحمي الجسم من مشكلة تلف الخلايا اللي بتحصل لها بسبب الجذور الحرة. ما ننساش كمان إن العسل فيه العديد من المغذيات النباتية، وعلشان كده فهو بيزود المناعة بتاعتك، ومش بس كده بيحميك وبيقيك من الإصابة بالسرطان. أحدث الأبحاث أكدت إن عسل النحل فعال ضد الاتش بيلوري أو البكتيريا اللي بتسبب لي مشاكل قرحة المعدة. ده غير إن هو بيهدئ بشكل كبير جدا من التهاب الحلق، وكمان لو عندك مشكلة سعال فهو بيعمل زي قمع أو مهدئ للسعال بتاعك، وبالتالي بيساعد على إذابة المخاط وإذابة البلغم. المكون الثالث وهو زيت الزيتون. زيت الزيتون غني بالدهون غير المشبعة الأحادية، وكمان مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة فيه مش موجودة بشكل طبيعي، لا دي موجودة بشكل كبير جدا، وبالتالي فهو بيساعد الجسم على محاربة الالتهاب أو محاربة أي مشاكل ممكن تحصل فيه. ده غير إن هو ليه تأثير قوي جدا ومفيد جدا على القلب وعلى الأوعية الدموية وعلى الشرايين. القوة بتاعت زيت الزيتون موجودة في مادة مهمة جدا اسمها الأوليوكانسل. المكون ده بقى ليه قدرة إعجازية إن هو يقلل من مستوى الكوليسترول السيء في الجسم، وكمان إن هو يحسن بطانة الأوعية الدموية، وعلشان كده ليه فايدة مهمة جدا على مشكلة تجلط الدم، بيمنع المشكلة دي. ده غير إن هو هيمنع إنتاج أي مخاط بشكل مفرط أو بشكل كتير في الجسم. علشان كده لو المخاط أو البلغم بدأ يزيد عن الحد بتاعه، لما بيدخل زيت الزيتون على طول بيوقف الزيادة في إنتاج البلغم. المكون الأخير وهو القرفة. القرفة هي واحدة من أهم وأقوى المواد اللي بتتمتع بخصائص الشفاء الطبي، وده لأنها بتحتوي على مادة فعالة قوية جدا اسمها السينامالدهايد. المادة دي مسؤولة عن معظم الفوائد الصحية اللي بتعملها القرفة، وده لأنها مليانة بمضادات الأكسدة اللي بتحمي الجسم بتاعك من أي تلف ممكن يحصل بسبب الجذور الحرة. ده غير إن القرفة بتساعد الجسم على محاربة الالتهابات
الالتهابات. مش بس كده، لو الأنسجة اللي في الجسم حاصل فيها أي ضرر فهي بتصلح من أضرار الأنسجة. ده غير إنها من مضادات الالتهاب القوية جدا، وبالتالي بتمنع إفراز البلغم المفرط أو اللي بشكل كبير جدا اللي بيحصل في الجسم. هحتاج كوب واحد من المية الدافية أو المية السخنة، وبعدين هحط عليها ملعقة أو ملعقتين صغيرين من عسل النحل، وبعدين هضيف عليه ربع ملعقة صغيرة من القرفة. هبدأ أقلب المكونات دي كويس جدا جدا لحد ما تمتزج، وبعدين هضيف باقي المكونات اللي هم نص عصير ليمون، يعني هاخد نص ليمونة واعصرها، واخر حاجة هضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وامزجهم كويس جدا. الكوباية دي هشربها كل يوم الصبح على الريق على معدة فاضية. هتلاقي انك بتبدأ اليوم بداية قوية جدا، صحتك اقوى، هتلاقي ان الاداء بتاعك احسن. مش بس كده، هنقدر نعمل ديتوكسيفاي او ازالة السموم من الجهاز الليمفاوي بالكامل. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد يستفاد، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي بنزلها اول باول. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. باي باي.